لازم نلاقي وحش على شكل مهرج تحت الثلج. يلا نطلعه. يا نهار أبيض، إيه الحاجة دي؟ ده وحش حقيقي. أهلا بكم يا أعز المشاهدين وأحلى المشتركين. دلوقتي احنا في منطقة جليدية قاحلة، دي تلج صافي تحت رجلي. وجودنا هنا خطر جدا. بصوا، لأننا واقفين دلوقتي على تلج صافي، فيه مية طالع وممكن نقع في أي لحظة. بس احنا جينا هنا برضو عشان القرويين المحليين قالوا لي انهم شافوا واحد مجنون قاتل، راجل شكله زي المهرج وبيصطاد العيال. دلوقتي احنا هنا عشان نحقق اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. هل ممكن نلاقي حاجة مريبة ومخيفة عند البحيرة المتجمدة المهجورة دي؟ من وقت مش بعيد دخلت نادي الخاسرين، ولسه قريب جم هنا يدوروا على واحد شكله زي المهرج. وبصراحة صحاب أليكس كمان ممكن يكونوا ضحايا للوحش ده، أقصد للراجل ده. في أطفال كتير بيختفوا هنا قريب، فهشغل جهاز كشف المعادن ويلا نبدأ التحقيق. لو قدرنا نلاقي حاجة ليها علاقة بالقاتل أو بالمجنون أو بأي وحش شكله زي مهرج. أيوة، مهرج. أيوة، ده غريب شوية، بس أنا سمعت إن ناس كتير بتخاف من المهرجين، زي فوبيا المهرجين، يعني حاجة كده لما تكون بتخاف من مهرجين. عشان كده كتير من المجانين والقتلة والمجرمين بيستخدموا المنظر ده عشان يخوفوا الناس، زي أصحابك اللي يمكن يكونوا اختفوا. بس أنا لقيت الإشارة. بصراحة أنا مش مصدق إن كل اختفاءات أصحاب أليكس أو اختفاءات القرويين هنا ليها علاقة بالوحش المهرج أو القاتل. بس بص على المكان اللي جهاز كشف المعادن بتاعي لقط فيه إشارات. إحنا شايفين قطع تلج مكسورة، وده غريب شوية. وكمان شايف حاجة زي بقع حمرة تحت التلج. بقعة حمراء. أيوة، بقع حمرة كتير. ده مرعب شوية. لسه مش قادر أفهم إيه ده؟ أنت شايف حاجة بيضة، حاجة سودة، والبقع الحمرة؟ بس على أي حال ده ممكن يكون دليلنا في التحقيق. يلا نشوف إذا كان ده صح ولا غلط. يلا نكسر الجليد ونشوف اللي موجود هناك. أيوة، المية بتطلع من التلج، ويمكن دلوقتي نقدر نشوفها أوضح. تمام، يلا نجرب نكسره كده. تمام، دلوقتي التلج اتكسر ونقدر نشوف ايه الأسرار اللي تحت التلج. ازاي كله متوصل بالمهرج القاتل المجنون؟ وهل ده حقيقي ولا لا؟ بقعة الدم الحمرة دي، يا نهار أبيض، ده زي، يا جماعة ايه ده؟ ايه ده؟ ده شكله زي ايد من بقعة دم او حاجة كده. يا نهار ابيض، ايه ده؟ أنا خايف على صحابي، يا ترى ده علامة إيدهم؟ يمكن، مش عارف. خليني اطلع الحاجة دي. بص، كله متبهدل من ناحيتي، في بقع دم حمرة كتير. ايوه، امسكوا كده، كأن حد كان بيحاول يهرب بس معرفش يعمل كده. اهلا بيك في ديري. ديري ايه هي ديري؟ ديري هي المدينة اللي فيها النادي بتاعي، واللي شافوا فيها المهرج المجنون ده. هي مرتبطة بطريقة ما بالمهرج القاتل، بالمهرج الوحش. هو كان عايش في ديري. أيوة، يبقى احنا في المكان الصح. يا نهار ابيض، وانت عايز تقول ان القاتل ده ممكن يكون قريب من هنا؟ بيقولوا إن المهرج ده عنده سنان حادة جدا، والجزء ده اتعضي واتقطع كده. يا نهار ابيض، المهرج عنده اسنان حادة زي الوحش بالظبط.
المهرج ده مش بني آدم، ده وحش، ده مخلوق. لا 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 لا، أنا تعينت هنا عشان التحقيق في موضوع المهرج القاتل السفاح المجنون، بس أنت بتكلمني عن وحش؟ أيوة، الكائن ده بيقتل الناس. لسه مش قادر أصدق يا صاحبي، أنت اللي تحكي حكايات خرافية، مش عارف إذا كان ده حقيقي ولا لا، بس الموضوع غريب زي الحكايات الخرافية كده، فهمني؟ ده أول دليل إننا ماشيين في الطريق الصح. أيوة عندك حق، المنظر ده مرعب، شكله غريب، بس على أي حال لازم نكمل تحقيقنا. وبعدين يا أليكس حاول تهدى شوية، احنا بندور على القاتل أو على الوحش، لسه مش عارف. فيا جماعة يلا نكمل. يمكن احنا بندور على الوحش اللي أليكس بيقول عليه، أو يمكن في مكان هنا كان فيه قاتل، وده اللي أنا شخصيا مصدقه. البقاء هنا في أرض متجمدة خطر جدا عشان الجو برد قوي. وجالنا الإشارة. بس خليني أخلص كلامي. الجو هنا برد جدا، ودلوقتي درجة الحرارة ناقص 35 تحت الصفر. اكتبوا لي الجو عندكم عامل ازاي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده منين، عرفوني. أيوة، أنا فعلا مش حاسس صوابعي. أيوة الجو هنا ساقع جدا. استنى، أنا شايف حاجة سودة هناك، يمكن ده دليل لينا، أو يمكن دي حاجة غريبة. على أي حال بالمعول ممكن نعرف إيه الموضوع، فلازم نخلي بالنا كويس عشان ما نكسرش الأثر اللي لقيناه، عشان ده ممكن يكون دليل. طول الوقت وإحنا هنا عندي إحساس إنه في حد بيراقبنا. عندي نفس الإحساس. أيوة، عشان احنا في غابة مرعبة جدا، أصحابك اختفوا وأهل القرية كمان اختفوا، هم بايعين وما فيش أي معلومات عنهم، وبس الحاجات اللي ممكن نلاقيها تحت التلج هي اللي ممكن تدينا فكرة عن إزاي كل ده متوصل ببعضه. هنا المية. استنى، إيه؟ أنا كنت فاكر إننا بندور على حاجة سودة. في حاجة حمراء أكيد. في حاجة حمراء شكلها زي العظمة، ده غريب شوية، بس على أي حال يلا نكمل. أوبس، خبطت في حاجة، دي أكيد عظمة أو حاجة كده، حاجة لونها أحمر دموي، ده صباع. يلا وتعال شوف. صباح؟ أيوة أكيد صباع متجمد. يا نهار أبيض، ده مرعب قوي. مش عارف، يمكن مش صباع، مش عارف، هو بس شكله شبه الصباع أو حاجة كده. انت شايف ان القاتل اللي لابس مهرج ده قطع صباع صاحبي؟ مش عارف، بس ده راديو صغير محمول. ده راديو النادي. يعني كنتوا بتستخدموا الحاجات دي في ناديكم؟ ايوه، كنا بنتواصل بيه. ممكن نستخدمه بأي طريقة علشان نفهم ايه اللي حصل هنا، لأني مش عارف ايه الحاجة اللي تحت التلج. هو محتفظ بآخر اتصال. يبقى شغل الجهاز، ويلا نشغل آخر تسجيل. يا جماعة انتوا فين؟ أظن إني تايه. هو تايه. مش عارف يا صاحبي، احنا تايهين هنا. المكان هنا مرعب. ده المهرج. يا إلهي يا إلهي يا إلهي. يا ساتر، في حاجة وحشة حصلت في المكان ده، ويمكن الحاجة اللي احنا شايفينها هناك تحت التلج ليها علاقة بصاحب الراديو ده. كان ليه علاقة، بس دلوقتي لا. دلوقتي عرفنا ان الحاجة المرعبة دي فعلا بتصطاد العيال. مش عارف، بس ده مهرج، هو وحش ولا كائن غامض، ولا هو مجرد قاتل أو مجنون عادي لابس زي مهرج؟ سلاف، الجو برد قوي برا، أنا مش حاسس صوابعي أصلا. ايه مشكلتك؟ اعملها كده وخلاص، وبلاش تصرخ، عشان المنطقة دي ممكن لسه فيها حاجات غامضة، وممكن زي ما قلنا قبل كده يكون لسه في مجنون بيراقبنا هنا، فلو سمحت خليك هادي يا أليكس. بس على أي حال لازم نكمل تحقيقنا عشان نفهم هل كل ده حقيقي ولا مجرد قصص ملفقة؟ أنا مش عارف. أيوة، المنطقة دي شكلها مرعب وغريبة، بس بص على الغابة دي، وأنا عايز أفكرك إن في مكان تحتينا في تلج نقي. تمام، جالنا إشارة. أهم حاجة وإنت بتعمل تحقيق
لو انت محقق زيي انك تلاقي حاجة واحدة مهمة، أداة الجريمة. لو قدرت تلاقي أداة الجريمة تقدر تركب القصة كلها. يلا نشوف. أيوة، هنا في تلج مكسور، يمكن ده دليل على إنه كان في خناقة. أيوة، احنا شايفين حاجة هناك. بس مش قادر أفهم إيه ده؟ في حاجة كبيرة لونها أحمر شوية هنا. ده غريب، وفي حاجة سودة قريبة منه. يعني في حاجتين. أكيد في حاجتين. يلا نجرب نكسر التلج عشان نكمل التحقيق. أيوة، الميت تطلع كويس. أيوة، حلو. أيوة، لازم نشيل التلج ده عشان نفهم كله متوصل إزاي. يا جماعة بصوا، في حاجة هناك، ده زي مقبض وعليه بقع دم حمرة. يا نهار أبيض. إيه ده؟ ده منشار، مش منشار عادي. بص على الشكل، مختلف وغريب جدا. يمكن تكون مجرد أداة من القرية، أداة القرويين. بس بص، دي مصدية وغريبة جدا. فاكر اني قلت لك قبل كده عن أداة القاتل؟ لو جبناها هنقدر نفهم الصورة كاملة. طيب نشوف كمان عنده ايه هنا. الحاجة التانية على وشك. يا نهار أبيض، دي أكيد بقع دم حمرة، ودي مش مجرد أداة، صح؟ دي فعلا شكلها أداة جريمة. زي ما بقولك، مفيش حاجة غامضة في المكان ده. ده فعلا مسرح جريمة حقيقي. ده قاتل مش وحش. يمكن استخدم المنشار ده علشان يقطع الحاجة دي، مش زي الوحش زي ما قلتلي قبل كده. دي مجرد جريمة قتل مجنونة، وأداتها أداة قاتل عادية، صح؟ أنا مش متأكد 100%. الساطور ده مش باين عليه إنه بتاع قاتل. صاحبي كان عنده واحد زيه بالظبط، فممكن يكون ده جزء من خطة الوحش. يعني انت عايز تقول ان صاحبك استخدم الساطور ده عشان يحارب الوحش، مش القاتل هو اللي استخدم السلاح ده؟ النادي كله كان بيدور على الوحش عشان يقتلوه. ده غريب شوية، بس ايه حكاية المنشار بالطريقة دي؟ يمكن صحابي كانوا عايزين يعملوا فخ من الخشب للوحش عشان يثبتوا كده. بص، مفيش أي بقع دم. يعني ممكن كلامك يكون صح، بس برضو أنا مش مؤمن بالوحوش. لسه مش مصدق في الكائنات دي، لأني هنا عشان أحقق في القاتل واختفاء الناس. على أي حال لازم نكمل التحقيق، لأن لسه في أسئلة غامضة كتير يا صحابي. طيب إيه هي الحاجات الغامضة دي اللي بتحصل في ديري؟ هو الوحش الشرير المهرج ده موجود فعلا، ولا هو مجرد قاتل مجنون بيتظاهر انه وحش؟ انت شايف ايه؟ اكتب رأيك في التعليقات. لو تعرف القصة كلها قولي وانا هديك قلب مني. يلا بينا. يبقى لازم نكمل ندور على الحاجات اللي في التلج، لان المنطقة دي بقت مرعبة اكتر واكتر يا جماعة. احنا لقينا اشارة ضعيفة هنا. في إشارة قوية جدا في مكان قريب. تمام، خلينا نشوف اللي موجود. ده غريب، بس أنا شايف حاجة شبه المربع. يلا نستخدم المعول ونكسر التلج ونشوف إيه اللي مستخبي هناك. أنا بحاول أكون دقيق على قد ما أقدر. بحاول أطلع الحاجة دي برا بحذر شديد، عشان ممكن تكون دليل مهم جدا في تحقيقنا. الجليد بقى أوضح دلوقتي، بس لسه مش قادر أفهم إيه ده. يا جماعة لو عندكم أي أفكار أو اقتراحات دلوقتي اكتبولي في التعليقات. إيه ده يا جماعة؟ ده آيفون. آيفون؟ الواحد الأزرق، أيوة الآيفون. يا نهار أبيض، ده جنان. صاحبي عنده نفس الآيفون بالظبط. لا، الآيفون ده هيبقى بتاعي، ده اكتشافي أنا. إيه؟ ايوه طبعا هحتفظ بيه. يا نهار ابيض، ده مش معقول. الايفون الحقيقي
شايفه بيلمع ازاي؟ بصراحة أنا بحب الآيفونات. أنت بتحب إيه أكتر؟ أندرويد ولا آيفون؟ إيه رأيك؟ قولي. بس بص على الشياكة دي. يمكن يكون عليه حاجة، شوية فيديوهات، شوية تسجيلات. طيب يلا نجرب نشغله، بس لو طلع فاضي أنا هاخد الآيفون. ماشي؟ بص اشتغل، يلا نشوف الصور. البطارية خلاص هتخلص، فخلينا نسرع. آخر صورة شكلها كده. إيه الشكل ده؟ هو ده؟ يلا نشوف صورة تانية. واو، ده مش باين عليه بني آدم خالص. شكله زي مهرج، بس عنده سنان كبيرة وحادة جدا. يا نهار أبيض، ممكن فعلا يكون ده آيفون صاحبك هو اللي صور الصور دي قبل ما يحصل حاجة وحشة. يلا نشوف صورة تانية. يا نهار أبيض، دي اللحظة بالظبط قبل الهجوم. الموضوع مرعب جدا، الكائن ده شكله غريب قوي. يلا نكمل. لا 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 لا، البطارية فصلت. يا خبر، الدنيا ساقعة جدا برا، فمش هيشتغل تاني. يمكن صاحبي فقد صباع واحد ولسه عايش. يلا نكمل تحقيقنا ونقدر نلاقي أدلة أكتر. يلا نكمل كده، يمكن نقدر نشحنه. ونرجع الموبايل لصاحبي، صح؟ يمكن القصة دي بقت مشبوهة أكتر وأكتر بالنسبة لي. أيوة، في حاجة تانية، في إشارة تانية بتطلع من هنا. يلا نشوف. أنا شايف حاجة مش عميقة قوي. أنا شايف حاجة لونها ذهبي أو برتقالي بتلمع في النص. 100. 100 بقت أوضح أكتر. غريب. 100 أكتر بتطلع عشان نقدر نحاول نكسر التلج. يا نهار أبيض، إيه الحاجة دي؟ شكلها خنجر طقوسي. إيه سميتها؟ إيه؟ الرموز، بص على الرموز اللي في اللون. شكلهم غريب شوية، بس اشرح لي معناهم إيه؟ الحاجة دي ممكن تكون سحرية. الحاجة دي بتستخدم في إيه؟ أصحابي من النادي هم اللي عملوا السلاح الخاص ده عشان يقتلوا الكائن. يعني ده سلاح ضد وحش المهرج الغامض. لو انت خايف قوي من الحاجات الغريبة والمرعبة دي خليه معاك، ماشي؟ بس أنا شخصيا مش مؤمن بالحاجة دي. لازم نكمل التحقيق. ده شكله مجرد حجر أو حاجة كده. ليه الحاجة دي بتنور وبتتهز في إيدي؟ أظن إني حاسس بيها. ايه مشكلتك؟ ايه ده؟ انا كنت بترعش هنا زي كلب غبي ولا حاجة. مش عارف، حسيت بحاجة غريبة كده للحظة أظن. خد الحاجة دي ويلا بينا نمشي. لازم نكمل التحقيق. راسي، انت ضربتني جامد قوي. أليكس، ركز في الحجر اللي بينور بتاعك وفي راسك كمان، ماشي؟ أيوة. الحاجة دي بتطلع صوت غريب كده. أيوة. أنا جاري إشارة من هنا. قربوا أكتر. استنى. كل ما تقرب أكتر الصوت بيعلى. يا نهار أبيض، ده مرعب قوي. إيه مصدر الإشارة دي؟ استنى. إيه؟ إيه ده؟ يا نهار أبيض، مستحيل. ده راس مهرج بأسنان حادة جدا جدا. يا نهار أبيض. ايوه، الحاجات دي مرتبطة ببعض بطريقة ما. سلاف. انت كويس؟ تمام، ايوه. بس بصوا يا جماعة، يا نهار ابيض، ده مهرج وحش حقيقي. هو تحت التلج على طول. وبص قد ايه شكله مرعب. ده فعلا زي مهرج بيني وايز في الحقيقة تحت التلج. ده مش معقول خالص. ودلوقتي كل القصة شكلها طلعت حقيقة. بس ايه الحاجة دي؟ زي ما سميتها، خنجر. يمكن الحاجة السحرية دي كانت بتستخدم عشان يحاربوا الوحش. لازم نكسر التلج ونشوف ايه اللي موجود هناك. يلا بينا. الموية دخلت، ودلوقتي بقينا شايفين صورة المهرج بيني وايز أوضح، وبقت مرعبة أكتر كمان يا جماعة. عنينه كأنها بتبص جوه روحي. يا نهار أبيض، بس يلا نكمل. لحظة الحقيقة يا جماعة.
أرعب لحظة حاسمة. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ خلي بالك من البق. أقصد البوج طبعا. واو، قطع التلج دي نقية جدا. يا نهار أبيض، عينيه وبقه مرعبين أوي، شكله غريب جدا. يا نهار أبيض، واو. آه 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 آه. صحابك شكلهم هزموه، شكلهم استخدموا السلاح ده، كانوا بيحاربوا ضد المهرج. هو دلوقتي ده اللي باقي من بيني وايز. أيوة، بيني وايز مات دلوقتي، بس ممكن ده ما يكونش النهاية. المهرج ممكن يرجع تاني. لازم نكمل تحقيقنا. يا جماعة، على أي حال لو الفيديو ده جاب مشاهدات كتير اشتركوا في القناة وإحنا هنكمل تحقيقنا. يمكن نلاقي أدلة أكتر مرعبة عن المهرج الغبي ده، أو يمكن عن وحوش تانية مختلفة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده. بس بالنسبة يا أليكس بطل تعمل كده، ماشي؟ خلي بالك من الخنجر السحري ده، ماشي؟ يا جماعة، أظن لازم يسيب المكان ده عشان الإحساس الغريب إن في حد بيراقبنا أو في حد قريب مننا مش راضي يسيبنا. اسمي سلاف، ده أليكس، شكرا إنكم اتفرجتوا، هنشوفكم قريب جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة. يلا بينا يا أليكس، يلا. يعني بعينين مرعبين، ويمكن بق بحيث يكون مفتوح من بعيد كده. يا نهار، وكلها بالطول كأنها متصورة بآيفون.